اهلا بكم حبايب قلب، اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل احلى فايش صعيدي السريع في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين اهوت. يا جماله بقى باللبن كده اهو، تحفه. يلا بقى نسمي بالله ونشوف المقادير، سهله وبسيطه وعلى قد ايدينا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا مستخدمه النهارده زي ما انتم شايفين، بس احنا نعمل الاول الخميره وبعد كده ننزل المقادير. عشان زي ما انتم شايفين اهوت، 3 معلقتين كبار من السكر، عليهم ربع كوباية من السمسم المطحون المحمص، وباكل خميرة الفورية، وكوباية حليب دافية. تمام كده اهوت. هقلب كل الكلام الجميل دوت مع بعض زي ما انتوا شايفين، وهسيب الخميرة دي يوم كامل، يوم كامل عشان تديني الريحة والنكهة بتاع الصعيد. تمام اوي كده، واغطيه واسيبه كده بقى على الرخامة. تمام اوي كده اهو. طبعا بعد ما قعد معايا يوم كامل زي ما انتوا شايفين عامل ازاي، هو ده اللي احنا عايزينه. تمام اوي كده اهو. انا مستخدمه معاكم كيلو من الدقيق. تمام اوي كده اهو. وطبعا معلقه كبيره من بيكنج باودر، ومعلقه كبيره من المحلب المطحون. تمام اوي كده اهو. هجيب بس العجان معايا، هحط فيه كوبايتين من الحليب برضو الدافي. تمام اوي كده اهو. ومعلقه كبيره من الكركم، وطبعا دوت يا حبايب قلبي اللي هو اللون الاصفر اللي هو بديل الزعفران. تمام كده اهوت. حطيت طرف المعلقه وقلبت برضو بالحليب. تمام. وهنزل بقى ب3 معالق كبار من السكر، يبقى انا مستخدمه من السكر 5 معالق كبار، 2 في الخميره و3 اهو في العجان. تمام او كده. شايفين الخميره عامله ازاي؟ هنزل بقى على بقى من المكونات السائله ديت واقلبها تماما لحد ما يختفي معايا الخميره. تمام اوي كده اهو. وانزل بكيلو من الدقيق اللي انا حاطه عليه معلقه كبيره من المحلب المطحون، وطبعا رشه من الملح، ومعلقه كبيره من بيكنج باودر. تمام اوي كده اهو. شايفين جميل ازاي؟ وهنزل عليها بكوبايه الا ربع من السمنه البلدي عشان تديله بقى تطعيمه هايله. ومش هنقف على حاجه، اي نوع سمنه عندك حلو ضيفيه. تمام اوي كده اهو. بسم الله ما شاء الله عليها، مش قادره اقول لكم على ريحتها، تحفه خيال بصراحه. شايفين الملمس بتاعها جميل ازاي؟ تمام اوي كده. انا هجيب بقى البوله اللي انا ضايفه عليها الدقيق اهو، مكانها الدقيق. تمام كده اهوت. واغطيها بقى، بتقعد في الجو ده نص ساعه في التخمير. تمام. بعد ما اختمرت معانا اهي زي ما انتوا شايفين، هنزل بقى منها الهوا كده اهو، تفضي منها الهوا، وانزل عليها بالرخامه. هقطعها بقى كده اهوت زي ما انتوا بقى عايزين. الصباع طبعا الفايش زي ما انتوا عايزين تقدروا تحكموا فيه. انا هعمله وسط كده اهوت. طبعا بعد ما قطعته اهوت واحطه على الرخام، احط على شويه دقيق بس يريح عشان اعرف نفرده مع بعض كده اهوت. تمام. انا هعمله رول اكني بعمل رغيف فينو. هقفل طبعا كده اهو خالص الجناب كلها هي، وهنزل من اللي انا قفلته طبعا اخليها من تحت كده اهوت الصينيه. تمام اوي كده اهو، واقفله خالص. هجيب طبعا صينيه مدهونه من الزيت بسيط جدا واحطه كده اهو. تمام اوي كده. نعمل تاني، ارش رشه من الدقيق بسيطه وافرده كده اهوت رول، وهعمل زي ما عملت في الاولاني زي ما انتوا شايفين. هسوي بس الحروف كده اهوت عشان طالعه مش متظبطه معايا. بعدين عملنا التاني اهوت، وهنعمل بقى بالانجليش كيك كده اهوت برضو واحد كده اهوت، هيطلع جميل وبرضو هفرجكم عليه. تمام اوي كده. هسيبهم بقى يخمروا كده اهوت. وتعالي بقى نعمل على هيئه قرص برضو عشان نقطعها برضو زي كده صوابع. لكم في مطلق الحريه، احنا هنعمل كده وهنعمل كده، وهوريكي برضو زي ما نقطع يطلع معانا ازاي. وطبعا الشكل اللي يعجبك وظفيه عليه، لكم في مطلق الحريه. بس صدقوني مش قادره اقول لكم على طعامته، تحفه. يا ريتكم بس تجربوا الوصفه دي وانتوا تحكموا بنفسكم. تمام اوي كده. اسيبهم بقى يخمروا كده يا حبايب قلبي وارجعوا لي تاني. احنا مش هندهن اي حاجه،
عشان لسه عندنا تحميص. طبعا خير معايا، وانا طبعا مولعه الفرن مسبقين على 180، بيقعد نص ساعه في الفرن. شايفين؟ ندخل بقى القرص كده. بصوا بقى جميل جدا. شوف الانجليش كيك عامل ازاي، تحفه. بس مش هقدر اعمل فيه اي حاجه لما اقعده يوم كامل عشان ما تفتولش معاه، عشان اعرف ايه نقطعه كويس. شايفين القرص عامله ازاي بتاعته؟ جميل جدا وريحته بقى تحفه. تمام اوي كده. بعد طبعا ما خد معايا يوم كامل، تعالوا بقى نقطعه بقى عشان نخش بقى ايه عمليه التحميص. شايفين جميل ازاي؟ عامل زي الكيكه، تحفه. وريحته بقى جميل قوي. نقطع كده مع بعضنا اهو. تمام اوي كده اهو. تمام اهو. طبعا مولعه الفرن او مهديه عليه عشان ايه عمليه التحميص. تعالوا بقى نعمل بقى القرص اللي احنا عملناها ديت. شايفين؟ اهو. اجمل واجمل. تمام اوي كده اهو. تمام اوي كده. شايفين بقى عامل ازاي؟ هنطلع بقى الصينيه اللي احنا حمصناها ونقلبه بقى على الناحيه التانية كده اهوت وندخله تاني. شايفين اتحمص معانا ازاي؟ جميل قوي، تحفه ما شاء الله عليه. حطه بقى في صينيه كده وهويه برضو تحت المروحه. اوعي تحطيه سخن، لازم ياخد برضو يوم كامل على بال ما ايه ما يهدى عشان التحميص بتاعك ما يضطرش لما انت ايه تكمريه. شايفين جميل ازاي؟ تحفه وجمال بقى جنب حليب، كوبايه حليب اهو يا جماله. يلا بقى يا حبايب قلبي جربوا، ما تبخلوش علينا بقى بالشير واللايك عشان انزلكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.